الرحمن الرحيم. هنعمل مع بعض النهارده فوم الكابتشينو في البيت بكل اسراره وبكل سهوله. انا على طول بسم الله في الوصفه. عندي هنا كوبايه معياريه واحده. هحط كوبايه من القهوه بتاعه سريعه الذوبان اي ماركه، عليها كوبايه سكر. ممكن تقللوا الكميه، ممكن تعملوا نص ونص او ربع وربع حسب ما انتوا عايزين. اخر مكون كمان كوبايه ميه ساقعه. زي ما قلت لكم لو عايزين تقللوا الكميه هتوحدوا المقادير في الثلاث مكونات. انا هضربهم بالمضرب الكهربائي. للاسف مش هينفع بمضرب الايد لانه لازم ليه تكنيك معين في السرعه عشان يديكي الفوم بتاعه. ده شكله بعد ما ضربته. بصوا قوامه، ده السمك بتاعه. بصوا بسم الله ما شاء الله ضعف الحجم ازاي. كده تكون وصفه النهارده خلصت. انا هفضيه في علب او في بطرمانات ازاز وتشيليه في الفريزر على طول، ما تشيلوهوش في التلاجة من تحت علشان الفوم اللي جواه دوت ما يهبطش منك ويفسد في بقيه الوصفات. انا هنزل لكم ليه وصفات كتيره، اتمنى ان انتوا تجربوه. ولو وصفه النهارده عجبتكم يا ريت تسيبوا لي كومنت رايكم فيها ايه، وما تنسوش تفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد. ولو عجبك الفيديو لايك وسبسكرايب وشير، وان شاء الله هنزلكم وصفات تانية جديده.